في حاجة غريبة بتحصل في الكوكب ده. كل شوية في بلد شكل تلاقي حفرة فتحت في الأرض فجأة، تبلع عربية، بيت، وساعات بتبلع ناس من غير مقدمات ولا صوت إنذار. الأرض بتفتح بقها كده وهاتك يا بلع، وتقفل تاني كأنها بتقول خلاص بقى أنا مش عايزاكوا فوقيا، كفاية كده عليكم. كأنك صاحي الصبح وبتقول صباح الخير يا دنيا، الدنيا ترد عليك صباح القاع يا حبيبي. السلام عليكم، أنا بيبرز وانتوا في أربع حيطان، وما ننساش ندعي لإخواتنا في غزة وفي السودان. ونيجي بقى لبداية الحكاية. الثقوب دي اسمها العلمي سينك هولز، بس احنا هنسميها بالبلدي كده خروم الغضب الكوني. خروم الغضب الكوني دي بقى بتظهر فجأة كده بدون سابق إنذار ولا حتى إشعار واتساب من تحت الأرض. تقوم الحفرة تفتح فجأة، تبلع بيت، طريق، وأحيانا مدينة صغيرة بحالها. يعني الأرض بتقرر تعمل ديتوكس، تنظف نفسها من البشر. عقبالك كده يا غالي. الغريب إن الظاهرة دي بتزيد كل سنة. ناس بيقولوا ده طبيعي بسبب المياه الجوفية، وناس بيقولوا دي مؤامرة كونية، وناس بيقولوا الأرض اتخنقت يا جماعة، ودول تحديدا بتوع المناخ. ونشد الحزام ونبتدي من روسيا في 2014. في يامال، لا مش يمين يامال بتاع برشلونة، هو برضه بيحب الثقوب بس مش الثقوب دي. منطقة اسمها يامال. فجأة سكان المنطقة سمعوا صوت انفجار. جريوا يشوفوا ايه اللي حصل. لقوا حفرة ضخمة في الأرض عمقها فوق ال70 متر. يعني لو رميت فيها عمارة هتختفي كأنك بترمي طوبة في المحيط. والعلماء نزلوا جري بالكاميرات. قالوا إن الحفرة دي ناتجة عن انفجار غازات من تحت الأرض. تقولش الأرض واكلة حلة محشي كرومبة مثلا. بس السؤال اللي محدش بيجاوب عليه، ليه حصل الانفجار في المكان ده بالذات؟ وليه بالشكل ده؟ وليه بعد ما اتقفلت ظهرت تاني بعد كام شهر في مكان تاني؟ يعني كأن الأرض بتقول لهم ما تحاولوش تسدوني، أنا كده كده راجعة. ونشد الحزام تاني ونطلع من روسيا على حليفتها الصين. حصلت حاجة أغرب. الناس ماشية في الشارع في أمان بوظة عادي خالص. فجأة الأرض فتحت بقها، بلعت 6 عربيات مرة واحدة. الكاميرات صورت المشهد. كل حاجة كانت هادية. بعدين في ثانية الأرض قالت أنا جعانة، أنا هاكل. بلعت العربيات والناس جريت تصور بالموبايلات. ما هو طبيعي، أهم حاجة قبل ما تنقذ الناس تصور عشان اللايكات، يا ريت انت كمان تعمل لي لايك. ولما الخبر اتنشر في كل مكان، العلماء قالوا إن ده بسبب انهيار في طبقة الأرض. بس محدش فاهم ليه بيتكرر في مناطق مختلفة بنفس الشكل تقريبا، كأنها نسخة مصغرة كده من نهاية العالم. أما في أمريكا بقى الموضوع كان أغرب بكتير. في سنة 2010 واحد نايم في بيته، فجأة الأرض فتحت تحته وبلعته هو بالسرير. الجيران صحيوا على صوت غريب. راحوا يشوفوا ملقوش حاجة. الراجل اختفى. الحفرة بلعته وقفلت. كأن الأرض قررت تسحب الأبديت ده للريسايكل بين. الشرطة جابت جرافات وحفرت، بس ما قدروش يوصلوا له. الحفرة كانت عميقة جدا والراجل ملوش أي أثر، لا هو ولا السرير. القصة دي بقت رمز في أمريكا للظواهر اللي تبلعك وانت نايم. تخيل، مش كفاية الديون والغلا، كمان الأرض ممكن تبلعك وانت مش عامل حاجة أصلا. طب ايه اللي بيحصل فعلا؟ علميا، الثقوب دي بتحصل لما المياه الجوفية تدوب الحجر الجيري تحت الأرض، فتتكون فراغات ضخمة. ولما السقف يضعف ينهار فجأة. بس يا سيدي الكلام ده ينفع لما تبقى الحفرة صغيرة، إنما لما تفتح حفرة أوسع من ملعب كرة وتختفي مدينة بحالها، يبقى الموضوع مش مجرد مياه جوفية. في ناس بتقول إن دي نتيجة لتغير المناخ، وناس بيقولوا ده مشروع سري بيجربوا فيه أسلحة تحت الأرض، وفي اللي قال دي بوابات لعالم تاني. اه والله في ناس بتؤمن إن الحفر دي مش مجرد طبيعة، دي فتحات بين عالم موازية، زي لما اللعبة بتعمل جليتش تقوم الشخصية تقع في الفراغ. وده يدخلنا على السؤال الفلسفي العظيم، هل ممكن تكون الأرض مش جماد؟ يعني زي ما بيقول علماء المناخ، هل الأرض فعلا كائن حي؟ يعني ليها مشاعر وغضب، مناعة زي جسم الإنسان؟ شوف، في نظرية اسمها جايا هايبوثيسس، وأتمنى إن أنا أكون بنطقها صح. بتقول إن الكوكب نفسه كائن حي، بيتفاعل مع اللي بيحصل له. لو حس إن في حاجة بتأذيه هو كمان بيرد. يعني لما البشر يقطعوا الأشجار، يلوثوا المية، يبوظوا الجو، الأرض ممكن تقول طب ماشي يا ولاد هنشوف مين هيفضل فوق ومين هينزل تحت. تخيل المشهد ده ممكن تشوفه في مصر. يعني الحفرة مثلا تكون تحت قصر المندي. أو مثلا تخيل بقى لو حصلت حفرة عندنا في وسط البلد، واحد راكن عربيته جنب كوبري قصر النيل، يرجع يلاقي الأرض بلعتها، يروح يشتكي في الحي، يقولوا له احنا مش مسؤولين عن باطن الأرض يا فندم.
أو الحفرة تفتح في نص الشارع ويا ريتها تفتح في شارع فيصل مثلا، تلاقي الناس واقفين حواليها، واحد بيبيع ذرة والتاني بيصور ستوري: ازيكم يا جماعة، هاي شلة، دي حفرة جديدة ظهرت النهاردة، يلا اعملوا لي لايك وشير. وممكن تبقى فكرة الانتقام الأرضي. يعني خليني أقولك على حاجة، أنا حاسس إن الموضوع أعمق من مجرد علم وطبيعة. إحنا كبشر بقالنا سنين بنتعامل مع الكوكب ده كله كأنه مخزن، ناخد نبوظ نرمي ونتخانق عليه كأنه مش بتاعنا كلنا. فيمكن الأرض قررت ترد بطريقتها، بس المرة دي مش هتبعت لا إعصار ولا زلزال، هتفتح بقها وتبلع اللي على مزاجها، زي واحد زهق من جروب العيلة فقام عامل ليفت خرج من الجروب من غير ما يقول باي. الأرض عملت كده بالظبط، مش قادرة أتعامل، باي باي بقى يا بشر. وفي لحظة تفكير، إيه اللي يخلينا نترعب من فكرة حفرة؟ مش بس إنها بتبلع، لكن لأنها بتفكرنا إن إحنا مش ثابتين. إحنا فاكرين نفسنا عايشين على أرض مستقرة، بس الحقيقة إن الأرض دي بتتحرك وبتتنفس وبتتشقلب تحت رجلنا كل يوم. يعني لما تفكر فيها، إحنا مش فوق الأرض، إحنا بنتمشى فوق كائن ضخم نايم، ساعات بيصحى ويبلع شوية تراب ماشي عليه. وده ياخدنا لفكرة تانية، مش يمكن الثقوب دي بتبلع حضارات؟ يعني في بعض الباحثين بيقولوا إن الثقوب دي حصلت من آلاف السنين، وإن ممكن تكون سبب في اختفاء حضارات كاملة زي أطلانتس مثلا. مش يمكن الحضارة دي كلها بلعها خرم من الأخرام الكبيرة دي، وإحنا قاعدين بنفكر هي راحت فين وهي أتاريها دلوقتي تحتنا؟ يعني ببساطة، كل مرة حفرة بتظهر ممكن تكون ريسايكل لحضارة جديدة، كأنها عملت شيفت وديليت كده للحضارة اللي كانت موجودة. والنهاية الفلسفية، الناس دايما بتسأل ليه الحاجات دي بتحصل؟ ليه الكوارث بتزيد؟ ليه الحفر بتتفتح؟ بس محدش بيسأل يمكن احنا اللي بقينا زيادة؟ يعني الكوكب كان تمام لحد ما احنا دخلنا المعادلة وبقينا نستهلك كل حاجة بسرعة، مية، هواء، وحتى أعصاب بعض وحسنات بعض كمان بنستهلكها. فيمكن الثقوب دي مش غلطة في الطبيعة، يمكن دي الطبيعة بتقول أنا زهقت. يعني يا جماعة، المرة الجاية لو لقيت حفرة في الشارع ما تضحكش وتقول يا نهار أبيض دي الحكومة نسيت تسفلت، لا طبعا، قول لنفسك يمكن الأرض بتتنفس. وما تخافش، لو الأرض فعلا قررت تبلعنا يبقى عملت اللي كل الكائنات بتحاول تعمله وما بتقدرش، تخلص من البشر بس بطريقة نظيفة شوية. وفي الآخر، سواء الثقوب دي كانت نتيجة غازات أو مؤامرات أو كائن واعي بيغلي مننا، الرسالة واحدة: الأرض مش بتتهز، دي بتتكلم، بس إحنا مش سامعينها ولا عاوزين نفهمها، لأننا مشغولين بالترندات الجديدة اللي على التيك توك. فخليك فاكر، لو الأرض قررت في يوم تفتح حفرة تحتك ما تزعلش، ده مش انت اللي وقعت فيها، ده الكوكب قرر يمسحك. وبس كده يا جماعة، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان يوصل لعدد اكتر، ولو لسه جديد هنا وبتسمعني على اليوتيوب ياريت تضرب اشتراك وتفعل الجرس عشان لما الارض تفتح حفرة جديدة تكون اول واحد يعرف. واكتب لي تحت في الكومنتات لو الارض فعلا قررت تبلع مدينة، تحب تبدأ منين؟ انا بيبرز وانتوا كنتوا في 4 حيطان. استنوني في الحلقة الجاية ان شاء الله لو لسه كنا فوق الارض. سلام عليكم.